جوزي بيقول لي ما دام انا بشتغل يبقى لازم اصرف في البيت، وانا مش عايزه اصرف ولا جنيه من فلوسي. ليه؟ دي فلوسي انا خاصه بيا، انا اجيب الحاجه اللي انا عايزاها انا بس. تعبك. ايوه. مجهودك. ايوه طبعا. بتشتغلي من الساعه كام للساعه كام؟ من الساعه 8 الصبح للساعه 3. ل3 العصر. اه. الوقت ده وقت مين؟ الوقت ده مين الاحق بيه؟ البيت، بس انا متفقه معاه ان انا بالراحه بس، الوقت ده وقت مين؟ زوجك واولادك وبيتك. اه. هو وافق ان انت تطلعي من بيتك من 8 ل3. لو هو عاوز ياكل مين اللي هياكله؟ لو عاوز يدخل الحمام مين اللي هينور الهدوم؟ لو العيال عايزه تاكل مين اللي هياكلها؟ لو جاله ضيف في الوقت ده مين اللي هيخدمه؟ انت فاهمه؟ لو عيل تعبان في الوقت ده مين اللي هيجري بيه؟ الدنيا اللي واقفه دي من 8 ل3 يوميا، ده مش يوم انت عند اهلك زياره وجاي، ده شغل يومي. هو بيقوم بالدور ده، انت مفروض ان انت متجوزاه محبوسه لخدمته هو وعياله. هو وعياله. ايوه. تمام، انت خرجت من البيت بقى يوميا من 8 ل3. في مقابل للكلام ده، في مقابل بتندفع، مقابل ان انا مهمله بيتي، مهمله زوجي، مهمله اولادي، مهمله الدنيا كلها. 3/4 اليوم، 3/4 اليوم، انت بترجع من 3 ده خلاص، على ما تغيري هدومك وتدخلي حمامك بقت 4، على ما تعملوا اللقمه وبتاع هتلاقي نفسك مرميه. ما جوزك كان عاوزك بقى في اليوم ده بالنهار، ده شرعا. فعشان كده لابد تعرفي ان الوقت المقتطع ده كان من حقه هو وعياله وبيته. في وقت ده انت قطعتيه من بيته ومن ولاده وخدتيه بره في الشغل، يبقى تعوضي الوقت ده. فانت ما ترجعيش تقولي بقى ايه لا ده مالي وفلوسي، ما انت مش جايباها من الهوا، مش جايه لك بحواله. هي الحاجه اللي اهلك باعتينها دي بتاعتك انت، لكن الحاجه اللي انت خدتي من الوقت البيت وكرامه البيت ووقت الراجل ووقت عيالك، وقت اكلهم وشربهم وخدمتهم، وقت الراجل لو كان عاوز، كل دي امور وارده. ايوه. خلاص طلعت انت من البيت في كل الوقت ده ورميت البيت، يبقى تعوضي البيت بما يستحق عن المده اللي انت بتغيبي فيها. متشكره قوي، شكرا، جزاك الله خير.